السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في هذه الومضة سأحدثكم عن الجزائري الذي نفذ أعظم عملية فدائية في القرن الماضي. إنه البطل محمد ابن صادوق ابن مدينة عنابة، وهو من مواليد 31 أوت 1931، وقد حفظه الله عندما كان في سن 11، حيث نجا من قنابل الإيطاليين الذين قصفوا ميناء عنابة. وهذا الميناء لم يكن بعيدا عن المدرسة التي كان يدرس بها، وتخلف آنذاك من سنة 1942، فكان تخلفه عن الدراسة حفظا من الله له. هذا الرجل يعد من رجالات الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث تكون من الناحية العقائدية ومن الناحية السلوكية، مما أهله لتحمل مشاق المسؤولية. وكان رجلا مناضلا، ثم فاضلا، ثم مكافحا، وبطولاته لا تعد ولا تحصى. ولكن البطولة الكبرى والعملية التي اشتهر فيها هي العملية الفدائية التي نفذها في عصر الأحد من 26 ماي 1957، حيث نفذ هذا البطل عملية فدائية جريئة جدا استهدفت أحد الخوارج، وذلك عند المدخل الرئيسي لملعب لاكولومب بباريس بفرنسا، في ختام نهائي كأس فرنسا لكرة القدم آنذاك. وكان كأس فرنسا هذا يجمع بين فريقي تولوز وأنجي، وحضر الرئيس الفرنسي آنذاك روني كوتي مع الوزراء ومع المخابرات التي كانت منتشرة في ذلك الملعب. فالخائن لم يكن بعيدا عن الرئيس الفرنسي، وكان بإمكان الفدائي أن يقتل الرئيس كما قتل الخائن. فقد أثبت نجاعته في هذه العملية عندما كللت بالنجاح، رغم انتشار الحرس الرئاسي، رغم انتشار البوليس السري، رغم انتشار المخابرات، إلا أنه تسلل وهو يتوكل على ربه، متوكلا على ربه، مستصحبا لعزمه، متفردا بنفسه، فنفذ العملية وكللت بالنجاح. ثم قبض عليه، وعندما سأله الصحفيون عن ذلك أجاب بأن الجبهة كلفته بمهمة محددة هي قتل الخائن وفقط، ولو كلفتني الجبهة بعمل آخر لقمت به. ثم حكم عليه بالأعمال الشاقة والمؤبدة، لكن تم إطلاق سراحه مباشرة بعد الاستقلال. وهو رجل عظيم نفذ أعظم عملية فدائية، وهو سبحان الله يذكرنا بسلفنا الصالح من الصحابة الأجلاء الكرام، كالصحابي علي بن أبي طالب الذي يعتبر أول فدائي في الإسلام، فدى نفسه من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة. وكذلك الصحابي البراء بن مالك الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر غير مأبوه به لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. هذا البراء بن مالك الذي بسببه انتصر المسلمون في معركة اليمامة، وهي من معارك الردة التي انتصر فيها خالد بن الوليد على مسيلمة الكذاب، بفضل هذا الفدائي الذي رمى نفسه في حديقة الموت وفتح الباب بعد أن قضى على الحرس، وسمح لجيش المسلمين بالدخول والانتصار على بني حنيفة. هذا هو الرجل العظيم. هذا ما أردت أن أطلعكم عليه في هذه الومضة. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، ورمضانكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، والسلام عليكم.